الشهيد جعفر جابر فارس الشويلي. ولد الشهيد المغوار جعفر جابر فارس الشويلي في بغداد ناحية جسر ديالى، وهو من مواليد 1998. هو فشل تقريبا في الدراسة، ما كمل ابتدائية، بس بقى مواكب يعني العمل ويانا الشغل كذا، طلعاتنا إلى أن نشأ شوية كبر. بقى يعني تشكيلات الموجودة بالتيار الصدري، من كل التشكيلات شارك بها، وأخيرا هي السرايا السلام وبهذا الفوج. طبعا هو منذ الصغر يعني من أروح لحسينة الهدى وهذه أخذه وياي صلاة المغرب، صلاة الظهر، وبقى يعني ويانا بالصلاة. صلاة الجمعة من نشأ شوية قام يصلي ويانا الجمعة، أخذه صلاة الجمعة، مو بس ويانا كل أولادنا. تقريبا يعني أكثر صلاة بصلاة الجامع الصدرين. نشأ في بيئة تعشق آل الصدر الكرام وسار بركبهم، حيث كان نعم الولد البار لمرجعه السيد الشهيد محمد صادق الصادر قدس سره. كنا نطلع عمالة سوا من الصغر، زين، وكان مجد بعمله، زين، ويساعد الآخرين، وشوية شوية طور نفسه وقام يشتغل وحده، اعتمد على نفسه، أصبح خلفه، زين، وشارك بعدة مشاريع، زين، من ضمنها البنيان المرصوص وحملة لخدمتكم وهواي مشاريع يعني، وكان يعني كريم. خابرت أنا هو بالمظاهرات من المجلس، بالمظاهرات قلت له وين انت؟ قال انا هسه انا بعد تبريد قاعد بمجلس النواب وانت بالحار. انا عسكري طبعا. قال لي انت بالحار عايش وانا بالتبريد قاعد فكان انسان طيب يعني جدا. انا ما هوايه عاشرته هوايه، بس انسان يعني من تحكي وياه تسولف تحبه حيل. كان انسان فاعل خير طبعا، ومرتب، وشخصيته حلوه، وكان دائما يخابرني واتصال بيناتنا انا وياه. يقول لي يسأل عليه احوالي، وطبعا هو من انسان طبيعته يسأل اي واحد صديقه وما صديقه يسأل عليه، يعني ما يقطع وياه، يتواصل ويا الناس خاصة جماعته. أي واحد محتاج يعني أي واحد محتاج يخابرنا كنا أخوانا أو أني، يقول له هذا محتاج خلينا نساعده نوقف له. كان موية حياتي يقول لي، أنا سألته سؤال قلت له شنو موية حياتك؟ قال لي شوف الصدر أحكي وياه سيد مقتدى. نعم سيد مقتدى. قال لي أحكي وياه سولف أتقي وياه. قلت له هذا حلم؟ قال لا، عن قريب عن قريب. مواظبا على حضور صلاة الجمعة المباركة، وملتزما بتأدية فروضه العبادية، وجنديا طائعا لأوامر قائده الزعيم العراقي السيد مقتدى الصادر أعزه الله. فقد لبى نداء قائده في الكثير من الفعاليات والمشاريع، لا سيما الإصلاحية منها. وصار وياي موقف، رحنا لموسى بن جعفر سلام الله عليه، فقال لي عندي مشروع حلو مال مساعدات، خلنا نسوي خاصة أنا وياك، خلنا نخلي بيها نجمع بيها، شوف ايش قد يطلع الشهر فنعطيه للفقرة. هو يعني جعفر يعجز اللسان عنه. جعفر طيب، جعفر خلوق، جعفر أبد ما مأذي شخص، ما مزعل شخص. جعفر في أثناء العمل تجي مكالمة من أخوي في سرايا السلام، في واجباتهم في سامراء، يقول لي تعال هسه نروح نشوف الصدر. نروح نشوف الصدر، نشوف الصدر، نشوف الصدر، نشوف الصدر. نروح نشوف الصدر، نشوف الصدر، نشوف الصدر. نروح نشوف الصدر، نشوف الصدر، نشوف الصدر. نروح نشوف الصدر، نشوف الصدر، نشوف الصدر.
ويترك العمل ويذهب يخليه ينام بالشغل ويروح السامرة يلتاق. فهاي عدة مرات في التحاق السامرة. وكانت عنده صورة مال سيراميك السيد مقتدى الصدر، طاها صديقه قال له من تبني بيتكم وتخلصه أنا أطبقها لك هاي الصورة. والعمل بلاش مع الناس في مساعدة الفقراء ومساعدة المحتاجين، وعدة مرات يطبق لهم بلاش، يشتغل لهم بلاش. أما بالنسبة لمشواره الجهادي فلقد التحق بتشكيل سرايا السلام مع مجاهدي ناحية جسر ديالى ضمن استخدام تدخل الفوج الثاني. كان الشاب اليافع جعفر رحمه الله يمقت المفسدين والظلمة، وهو الأمر الذي لم يقف أمامه مكتوف اليدين. قبل الاستشهاد بساعات اللي هو كان يوم الاثنين هنا داخل البيت اغتسل غسل الشهادة وطلع. يعني حتى قال لأهله قال لهم أنا اغتسلت غسل الشهادة ورايح للخضراء. وهاي يعني كثير من المواقف اللي صادفتنا، إضافة إلى هذا اليوم اللي كان على الجسر ويا صديقه وأخبره إنه قال له أنت ليش ما مثلا تتزوج كبارة كذا؟ فقال له أنا إن شاء الله هو يومين ومستشهد عن من متزوج. هاي تعتبر يعني فد كلام يعني اللي سمع يكون عابر، بس هو لا، حقيقة إنه نابع من داخل. فحب مع جموع الثائرين لقلع زمر الفاسدين في المنطقة الخضراء معتصما بحبل الله وثائرا أبى أن لا يتقهقر حتى يروي بدمه الطاهر مع ثلة مؤمنة من رجال العراق ليذهب إلى بارئه متزينا بوسام الشهادة بعد أن خاض معركة الكرامة في ثورة عاشوراء. هكذا حلق نورس من نوارس الصدر الولي قدس سره في أبهى صور الشهادة، وهو يدافع عن المظلومين في بلده وعن أحقيتهم في العيش الكريم. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. شرمك مظلوم مثل السمك ماكول مذموم، ما نايمين من الهضوم بعيون ابو الميت ملي، والما خذايا بنار اخوته شيح طلوي طيب الجريح، مقتول من عند زليم والبدو ما يعرف صيلح.